تحياتي. النهاردة هنعمل قوالب اللحمة بالفريك. اول حاجة هنجيب فريك وهننقعه ساعة في مية مغلية وبعدين نصفيه، وبعدين نجيب طاسة فيها زبدة او زيت ونشوح فيها بصلة مبشورة وننزل بالفريك بتاعنا اللي احنا نقعناه وصفيناه من المية كويس، وهنحط له ملح وبهارات اللي تحبيها وفلفل اسمر. هنديله تشويحة حلوة كده عشان يشرب من المادة الدهنية بتاعتنا. وبعد كده هحط يا دوبك يعني بق ميه او ربع فنجان شوربه. احنا هو يعتبر مستوي، بس عشان تشربها واتاكد ان الفريك استوى تماما يعني. بعد كده هجيب اللحمه، عباره عن لحمه مفرومه، بقدونس اخضر، بطاطسيتين صغيرين مسلوقين، بصله وثوم وبهارات. هعجنهم في الخلاط. وبعد كده هجيب القوالب بتاعتي وهدهنها بالزيت، وهجيب كل قطعة لحمة بتاعتي وهحطها في القاع بتاع الصينية، في قالب الصينية كده. ارفعها كويس قوي وانزل بقى احشيها بالفريك اللي احنا طبخناه، واكبسها كويس عشان ما تفكش مننا وهي بتستوي، تبقى طالعه قطعه بقطعتها كده ويبقى شكلها حلو. هجيب حته كمان من اللحمه، يعني اللحمه بتاعتي مش هحطها مره واحده، هقسمها على 2. الجزء التاني هقفل بيه الحشوه بتاعه الفريك، يبقى غطا عليها. هقفلها كويس قوي واكبسها كويس. بعد كده هدخلها فرن درجة حرارته اعلى درجة حرارة، رف قبل الاخير، ولغاية لما تستوي وبنقدمها. وبس كده. اتمنى ان الوصفة تعجبكم.